هلو هلو، شلونكم؟ شخباركم؟ عندي اليوم شغل. شفت واحد، أنا ما موقعة عقد عند الشركة اللي راح أشتغل بيها ولا أي شيء. أنا موقعة عقد عند برنامج على الموبايل، وهو اللي يشوفني وين الأماكن اللي محتاجين بيها موظف يوم واحد أو مثلا ساعة ساعتين حسب. فاليوم المكان اللي راح أروح له محتاجين 5 ساعات شخص يشتغل على الكاشير. المكان هذا أنا مشتغلة بيه قبل سنتين ضبط من اليوم. راح أحكي لكم القصة إن شاء الله يمكن بالاستراحة، لأن كل شيء متأخر لازم أطلع، فأشوفكم هناك. Christmas cheer and drinks with friends we haven't seen for a while since I've been to that little town. جيت بس المشكلة هو معزل المحل وما عنده الباب اللي يدخلون من عنده الموظفين. بالعادة كان لازم اكو عندهم باب بس الموظفين تكون برا السوق، بس ما اعرف منين. المشكلة هم بس البوب اللي عندهم 4 بوب، البوب العادية والناس. دبيت وايسكلي بعيد وراح اخذ لك برا حتى افهم وين ممكن تكون الباب، بس لا اتاخر على الشغل. نشلت لين باردة وقاعدة اسوق البايسكل. فرت العالم، هو صاير ركون المحل واني جي افتريت. اتوقع لقيته كاتبين المتابعة كان، بس شلون حدخل؟ لازم ادق جرس. هسه توني طلعت هناك كنت واقفاني ويا ذولا. خلصت باوزة استراحة، تعبت مو تعبت، جوعت وعطشت. جعت وعطشت، ما ماكلة وما شاربة ولا متريقة ولا مسوي أي شيء. بس أحس راسي صار يوجعني ودخت. عجبني وردي، قبل كان أخضر أو هيك شيء. قلت أسولف لكم إيش راح يصير أو مش راح يصير. قلت أسولف لكم فد شيء. يا جماعة هذا المكان أرتب من المكان اللي كنت أشتغل بيه. شي الأناقة والجمال. ذولا يقعدون غرفة وحدهم. تعالوا نقعد هنا حتى نعرف نصور. The snow is falling on our car as we drive for miles to that little town called home. راح تخلص الباوزة وأنا مقضيتها أسولف، فخلي آكل لين جوعانة. أحكي لكم قصة. هو برنامج حكولي عنه الأصدقاء. بصراحة أنا ما أعرف دازين له لا، كش ما أعرف. أول مرة أجي، أول مرة أشتغل. يطلع لكم شيشت أو شيفت للشغل، يعني يوم واحد ساعات معينة وبس. يعني هسه أنا ما أشتغل بجاليريا كاوفهوف مثل قبل، ما عندي عقد وياهم. أنا جاية عندي عقد ويا هذا البرنامج يعني على الموبايل ابلكيشن. فشنو ابلكيشن؟ فأنا ملدنت، فأني دخلت على الابلكيشن، اختاريت الوقت اللي يناسبني واجيت اليوم. فبعد ما اعرف راح يدفعوا لي فلوسي بالوقت المناسب كاملة لو ناقصة، كش ما اعرف. زين هسه خلينا نحكي على جاليريا كاوفهوف، المكان اللي اشتغل بيه هسه. أنا أول مرة اشتغلت بحياتي هنا بجاليريا كاوفهوف قبل 2 سنين بالضبط. البارحة كانت البلاك فرايداي، وأنا اشتغلت ب2020 كورونا، ب2020 بشهر 11 من 1/11 اشتغلت إلى حد البلاك فرايداي، كان آخر يوم اشتغلته. هسه احنا 2022، البارحة كان آخر يوم البلاك فرايداي، اليوم سبت. أحس نفسي كملت، أحس بلاك فرايداي خلاص من ديك السنة بال2020 وهسه أنا كملت. أحس صدفة كلش حلوة.
انا اشتغلت بفرع هايدلبرغ، هسه انا اشتغل بفرع مانهايم. هنا اكبر بهواية من هايدلبرغ. اشتغل بفرع هايدلبرغ الصغير مو كبير، لان هايدلبرغ بيه فرعين، هذا الفرع اكبر منهن كلهن. احكي لكم قصة صارت وياي باخر يوم شغل بكافهوف، جاليريا كافهوف هايدلبرغ، قبل 2 ضبط من اليوم. كان هم بلاك فرايداي، كان اخر يوم شغل الي، وكانت راح يصير حظر تجوال، حتى ممنوع نسافر المدن ثانية داخل ألمانيا حتى ذا أي شيء. فأنا كنت بهايدلبرغ، كنت جديدة بهايدلبرغ، أول شهر إلي بهايدلبرغ، فما كنت أعرف أي أحد ولا أي شيء. وبيوم الجمعة اللي هو كان آخر يوم إلي، خبرتهم إنه أنا هذا اليوم آخر يوم إلي، أنا بعد ما أشتغل. ف كنت ناوية أسافر أرجع عند أهلي، لأنه راح أنحبس بالمكان أنا بيه بهايدلبرغ، وما راح أقدر أشوف أهلي بسبب كورونا، لأنه كنت أدري وراح يصير قانون جديد يمنع الناس إنها تروح لغير مدن وتنحبس بمكان. فأنا قلت مريم قبل لا يعزلون ويطردوكم، يعني إذا عزلوا حيطردون دول الناس اللي كانوا يشتغلون ثالث سايت، ويعني مو في الشغل كامل، ومو كنت أول مرة أشتغل، يعني أول شهر إلي، فهذول الناس كلها تنطرد يعني من الشغل، لأنه ما حد حيصرف عليهم وهم ما يشتغلون. رحت قلت لهم إنه أني بطلت وخلاص، واتفقنا، وقالوا لي سلمين المفاتيح ورا ما تبطلين. قلت لهم أنا باكر مسافرة، عندي تيكت وخلاص باكر مسافرة، فأريد اليوم أسلم المفاتيح، اليوم أسلم كل شيء. قالوا لي ما تقدرين، لأن الكارتة تحتاجيها حتى تفتحين الكاشير، وإذا سلمتينا هاي هسه فبعد ما راح تقدرين تفتحين كاشير مالتك إذا سديتيه. قالوا لي خليك هنا، خلي الأوراق والأشياء عندك، وقبل لا نعزل تسلميهن. فنظامهم المسؤولين وهذول ما يبقون إلا أن نعزل، يبقون إلى حد ما تصير مغربية هيك شيء، يعني المغرب هم خلاص يروحون. قصة تراجيدية. فهذول الأعلى من عندنا يروحون كلهم، فما أقدر بعد أسلم الكارتات والأشياء، لازم أسلمها لهم. فاللي قالوا لي مريم احنا راح نطلع وانتي راح تبقين الى اني اعزل المحل، يعني شغلي الى اني اعزل المحل. فاللي تسويه انك راح يجي الشيف المدير مال كل مكان، راح يكون موجود. الصادف انه من حسن حظي يعني يكون صادف انه موجود ويتشيك، لانه هو بلاك فرايداي ويصير مشاكل واشياء، فمن حسن حظي صادف انه الشيف حيكون موجود. وقالوا لي طيب يده الاشياء، هو بعد الشيف مالتنا كلنا. فاني اجاني قبل لا نعزل بساعة، قال لي تجيبي أو أشياء، كان خلاص الشغل هنا راح أروح، أنتي حتبقين ساعة هنا. فقال لي سلميني مفاتيحك، سلميني كل أغراضك، وأنتي تبقين من نعزل. قلت له أوكي. قال لي هو هسه بعد حتى يعني أنتي ظلي على الكاسة هاي اللي أنتي تشتغلين عليها، وراح نعزل ما ظل شيء، ساعة بس، يعني قليل يجوا الناس بالساعة هاي. فأنا سلمت الكارتة، سلمت المفتاح اللي حاطة بيه جنطتي والشاكيت وأغراضي كلها، محفظتي وفلوسي وأغراضي كلها، سلمت كل المفتاح هذا. اجت تعزيلة، عزلنا، نزلت دا أخذ أغراضي، مسدود الباب. المفتاح اللي كان عندي يفتح الباب وبعدين يفتح جوه هذا مالتي، ما تنفتح الباب، ما عندي مفتاح ولا عندي أي شيء. شلون حطب للغرفة اللي بيها الكنتور مالتي؟ صارت مشكلة هنا. الموظفات يبقون بالأخير موظفتين 3 مو هواية يعني، فالموجودات عجوزات. قلت لهم أنا يجي قصتي شلون أريد أطلع أغراضي، مفتاح البيت مالتي أو فستاني أشياء، التيكت باكر مسافرة أني. قالوا لي ما نقدر نسوي شيء، وما حد مهتم، بس يا شادة وخلاص راحوا. ضليت أني وحدي محتارة، وبس كان أكو موظف واحد ما أعرفه من وين، هم قالوا له كان موظف واحد كان رايح لبيته، وأنا كنت دا أحكي ويا ذني البنات العجوزات اللي أعرفهن، وكان عاد هم قالوا له بعيد يقول كاكاو، قالوا له إنه ترى هيك قصتها. فهو إجا قال لي أنتي شنو قصتك؟ قلت له أنا مفتاحي جوا، مفتاحي سلمته وكل شيء سلمت، وأغراضي ظلت جوا. أنا ظليت صافنة شو أسوي هسه؟
فقال لي روحي باكر تعالي مشكلتك. قلت له باكر مسافرة زين شلون حفتح بيتي، شلون حروح انام بالمكان اللي انا ساكنة بيه، ما عندي مفاتيح. قالوا لي روحي باتي عند اصدقائك. قلت ما عندي اصدقاء يعني جديدة بالمدينة، صار ايام من سكنت بالمدينة. فاللي حطوا موقف كلش صعب هو هذا الموظف، البقية راحوا بصراحة. وبعدين ظل يتصافون كان يقول لي سوري ما اقدر اساعدك وراح. فانا سويت؟ وقفت بالمكان اللي انا كنت واقفه بيه، قلت له اوكي. طلعت تليفوني، التليفون شايلته وياي، طلعت تليفوني قلت له اوكي راح اخابر على البوليس هم يساعدوني. فهو صار عصبي قال لي البوليس يسوي لك ما ادري شنو. قلت له ما اعرف بس ما عندي غير حل، ما اعرف شو اسوي يعني، انا ما اعرف احد، ما عندي اي احد هنا، اخابر البوليس يعني ما اعرف، ما عندي غير خيار. فهو تعصب كان يرجع. ما اعرف بصراحه هذا هو صح الواحد يخابر البوليس بهيج موقف او لا، بس هو رجع تعصب ورجع لي. طلع عنده المفتاح، مو هو عنده مفتاح يفتح كل شيء، وعنده مفتاح يفتح بيه المكان اللي يبيه مفتاحي، بس هو ما كان مهتم. بس لما الواحد يلح يتجبرونه. المهم فهو عاد بعدين فتح لي مكان، كان يطلع لي مفتاحي، كان اخذ مفتاح افتح بيه المكان كان اخذ جنطتي واخذ اغراضي. فهذا كان اخر يوم واخر شيء صار بالمحل نفسه اللي هسه انا اشتغل بيه. خلاص وقت الاستراحة 5 دقائق ويخلص. مسعدة بس خاف موبايلي يوقع، شايلاني هواي أغراض والله خاف. بسم الله، لا أخاف. مسعدة لو لا، بسم الله. من هنا راح رجلي ولا أخاف أشياء متحركة، أخاف من عندها. سوري لا أخاف. Winter's here, the snow is falling on our car as we drive for miles to that little town. نطلع. خلصت شغل لما أغراضي بس ما أعرف لازم أروح أقول لهم أسلمهم أغراضي أتوقع. حلو الشغل وما يتعب. وين أيام فايف جايز، أيام الموت. لحظة منين طلعت أيام فايف جايز كانت تطلع روحي. أعجبني يا جماعة، ضعت افتريت الدنيا كلها حتى ألقى هذا المخرج. هلا شلونكم؟ اليوم يوم ثاني، خليني نثبت الموبايل هيجي. دافع البايسكل مالتي متأخرة كلش، واليوم ثاني يوم نفس هاي الشغلة اللي قلت لكم عليها. فاليوم همين اختاريت اني اشتغل بهذا المكان، وهمين صادف يوم سبت لان عندي فراغ السبت. فخلينا نروح نشوف الشغلة اليوم، وهيك بالضبط نفس ذاك الاسبوع حتكون، بس حقدر يمكن اصور احاول. عندي PR بوكس دزوليا الشركة مال اظافر حتى اجرب الهوية، لاني على انستغرام محتواي اظافر. فوصل اليوم اتوقع، وخليني اروح اجيبه اول وبعدين اروح للشغل. يا جماعة ما قاعدة اقدر اصور بسبب ما قاعدة اقدر اصور بسبب انه ضغط شغل، والكل واقف يباوع علي، الكل واقف يباوع، وممنوع الموبايل. بس انا احاول اصور بس ما اقدر. هذا المصعد المتحرك ويخوف. بعصار انكسر بالشغل. احاول ما اعصب نفسي على الموضوع وما انقهر، بس انكسر. سويت الباوزة الاستراحة، هسه حسويها. شلون انزل جوا؟
اي منا. وما جايبه اكل ولا اي شيء وياي، فراح انزل اتسوق من المحل الاسيوي اللي جوا. عندنا مكان اسيوي، محل اسيوي كلش كبير تابع للمكان اللي انا دا اشتغل بيه هسه، بس جوا بالطابق جوا. ف انا ما جايبه اي شيء وياي، فراح اشتري من هنا اسد جوعي، بس ما اعرف شو اشتري. للاسف حارات، كله حار، حار مو عادي، حار يشوي.